عليكم ولا فاهمين، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. حبيت نعمل الفيديو هذا باش نوضح شويه حاجات صاروا الايامات اللي فاتوا مش واضحين مليح. انا مانيش مصدوم كالعباد، خاطر عندي 4 ولا 5 شهور حاب نلقى حل ودي، لكن ما حبوش الحلول الوديه، وفي الاخر يعني خذاو ثنيه ماهيش باهيه اللي انا ما نحبش ان نخرجوا باش نحكيو على حاجات كويزينا انترن ولا على زوز اصحاب كانوا يعني، ومن بعديك ولات فما شويه مشاكل في الخدمه. السيد هذا يقول انه يعني فما ناس تهدد فيه وناس تخدم معه بالقوة وتاخذ له في حقه وناس مارقة على القانون وناس. عموما نحب نقول انه الانسان هذا عنده عقد معنا. اول حاجة عقد اخلاقي هو العقد القانوني، هو ما عندناش حتى حل اخر. توا كان القانون والقانون هو الفيصل بيناتنا. انا ما حبيتش عندي يشهر قاعد نعاني في الاشكال هذا، حبيت نلقى حلول وديه. ما حبوش، حبوا الحلول التعسفيه انه لا فسخ ونمشي على روحي وذاك هو واللي خديتوه يزي. احنا تعبنا وشقينا معاك سنوات الاخر، الناس كل تعرف خدمتنا اللي خدمناها معاك. فما جمهور شاهد، فما ناس ما تحبش. نحب نطلب السماح من الناس اللي تبع فينا يعني السنوات الأخيرة وعشت معانا قصة النجاح هذه والباركور اللي عملناه المزيان. نحب نطلب منه السماح إني فشلت يعني في إني نلقى حل ودي مع الشخص هذا. ومش من عادتي إني نشكي بناس كليت معاهم ملح ولا يعني كانت بيني وبينها علاقة مستانس كما يقولوا اخسر وفارق، لكن المرة ذي مانيش باش نسلم في حقي وحق الناس اللي تخدم معنا. باش نتوجه للقضاء. هذا هو. نحب نشكر الناس اللي تسيبورتي فينا واللي تسيبورتي في الحق وكل شيء واضح للناس يعني، فهمت.